تعالي أما أقول لِك بقى على السر الخطير اللي الشركات بيعملوه علشان يطلّعوا الزبادي متماسك وبالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وده كله بإضافة معلقة واحدة من المكون السري اللي هُم بيحطوه على اللبن قبل ما بيعملوا الزبادي، وهنتعلم مع بعض إزاي نحوّل الزبادي إلى وجبة غذائية متكاملة علشان صحتنا وصحة أولادنا كمان، وتعالوا يالّا بينا نبدأ بالطريقة على طول، بس من فضلكم لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا في القناة. أول حاجة هنعملها هنجيب 2 كيلو من اللبن هنحطهم في حلة كده، بس أهم حاجة يكون لبن كامل الدسم. وهنجيب طبق صغير وهنحط فيه معلقتين من النشا، يعني لكل كيلو من اللبن هتحطي معلقة من النشا، وهنضيف عليه شوية من اللبن كده وهنقلبهم لغاية لما النشا تدوب معانا، وهننزل بيها على اللبن، بس زي ما قلت لكم أهم حاجة يكون لبن كامل الدسم، وهننزل بالنشا وهنقلب النشا كده وهنحطها على البوتاجاز لغاية لما اللبن يغلي معانا ويفور زي ما حضراتكم شايفين كده. والمكون السري اللي الشركات بيحطوه، هما بيحطوا لكل كيلو من اللبن معلقة من النشا، وبعد ما اللبن يغلي هنسيبه لغاية لما يبرد معانا تماما ويبقى كده دافي، يعني تقدري تحطي صباعك كده فيه. وبعد كده هتجيبي كوباية من الزبادي، طبعًا أي نوع زبادي أنتِ تحبيه أو تفضّليه، هتحطي علبة الزبادي في طبق وهتنزلي عليها بشوية من اللبن وهتقلبيهم كويس، وبعد كده هتنزلي بالزبادي على اللبن وهتقلبيه كويس، وهتصُبّيه بقى في الكوبايات أو في الأطباق أو في أي حاجة أنتِ هتحطي فيها الزبادي، وهتجيبي صينية وهترصي الكوبايات فيها زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده كده، وهتحطي في الصينية مَيّة سخنة يعني ولا هي مغلية ولا هي دافية، والخطوة دي إحنا بنعملها علشان الزبادي يتعمل معانا بسرعة، وكمان علشان إحنا في فصل الشتا فلازم كده ندفّي الزبادي علشان يتعمل بسرعة. وبعد كده هتغطّيه بفوطة وهتحطيه كده في مكان دافي، يعني ممكن تحطيه في فرن البوتاجاز لغاية لمّا يبقى متماسك معاكِ، يعني بيقعد حوالي 6 ساعات أو 8 ساعات بالكتير، ولمّا تلاقيه متماسك كده هتاخديه وتحطيه في التلاجة حوالي ربع ساعة وأنتِ هتلاقيه بالجمال والحلاوة دي كلّها. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله عليه قد إيه متماسك، وحابة أقول لكم على حاجة، معلقتين النشا دول بيمتصوا كل السوائل اللي فيه، يعني الزبادي بعد ما بتعمليه ما بيطلّعش معاكِ أي شرش خالص، وده كلّه بمعلقتين النشا اللي أنتِ حطيتيهم على 2 كيلو من اللبن، وشوفوا قد إيه متماسك والزبادي مش راضي ينزل خالص. وطبعًا أنا هنا قعدت أحوّل كده بالسكينة لغاية لمّا نزل معايا، وزيّنته بقى بالبلح والموز، ما أقولكوش بقى على الجمال وعلى الحلاوة، ناقصه بقى الطبق ده شوية من العسل الأبيض علشان يبقى وجبة غذائية متكاملة. وتعالوا بقى أمّا نعمل بقى طبق تاني بقى، الطبق ده جميل جدًا يا بنات على السحور، لازم تعملوه. هنجيب كده علبة من الزبادي، طبعًا هنفردها كده وهنحط عليها شوية من السمسم المتحمص، وهتنزلي بشوية كده من حبة البركة والعسل الأبيض، يا جماله ويا حلاوته لمّا تاكلي الطبق ده كده على السحور، ما تاكليش أي حاجة إلا الطبق ده، دي بقى هيقويكِ ويديكِ كل الفوايد اللي أنتِ محتاجاها. وبكده عملنا معاكم الزبادي، وبألف هنا ليكم، واستنونا في فيديوهات أحلى وأحلى مع بيت الخير، وبألف هنا.